الساعة دلوقتي 7:15. الحمد لله صاحي نشيط إلى حد كبير. ما نمتش في سريري بقالي تقريبا 4 أيام. أول يوم النهاردة أنام في سريري الحمد لله. يمكن يكون شكلي عادي وهادي، بس أنا من جواي بصرخ عشان أنا لسه ما منتجتش الفيديو بتاع امبارح. بالمناسبة اللي بيسأل المونتاج بياخد وقت قد ايه، بياخد تقريبا 6 ساعات. انا باكل تمر بالبيض. خلصت مونتاج الحمد لله في السريع كده، وبيرندر وهابلوده وابتدي اليوم ان شاء الله. سكه ولا هذا شغلنا احنا؟ شغلكم اللي هو على خشب صح؟ لا بسكة. راجل طيب قوي. اما جه بيقول لي انت عامل ازمات ليه وتعب الناس ليه وما بتضحكش في الفيديوهات ليه؟ متابعني جدا، نجار العيلة تقريبا يعني. مش شايفها. شفت عربية كده عجباني، هرجع اصورها بس عشان ايه، انا متخلف شوية ان شاء الله. دي جولف 7 اور، المفروض انها دفع رباعي ان شاء الله. 19 نايس سو كول. جميلة برضو مالها، ربنا يحميها. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عايز اعمل مفتاح واحد على خليهم 2. ده الجنيه الورق الجديد المفروض كده؟ ده هو القديم نفسه القديم. طبعا عملوه ليه تفتكر؟ مش عارف. مش عارف عملوا ليه. انا حاسس ان هم عملوه عشان الجنيه الحديد ارخص من سعر الجنيه، وكمان عشان يطبعوا كتير. شكرا يا باشا. شغل بيها طبعا. دخلت اورماكس، كنت مستني الاقي فادي اللي شغال هناك صاحبي يعني، بس دخلت لقيت واحد تاني خالص يعني لحد ما المزيكا دي تخلص. بس بدور على مكان اصور فيه، عايز الاقي مكان زحمه شويه عشان اثبت النقطه بتاعتي. حلو قوي كده. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله عمر ما همني راي الناس فيا، عمر النقد ما اثر فيا بشكل سلبي، عمري ما حسيت ان محتاج اثبت حاجه لحد خالص. انا لابس البتاع اللي انا لابسها في دماغي دي، وماسك الكاميرا وماشي في الشارع لابس شورت، شكلي غريب جدا عشان اولا اكسر الحته اللي عندي بتاعت ان انا مترب شويه من ان انا امسك كاميرا وامشي في الشارع ومش عارف ايه، فضفت الطاقيه علشان ازود التربايه بتاعت انت غريب والناس ممكن تقول وتعمل ومش عارف ايه. بس زي ما انا قلت الناس ما بيفرقوش خالص. اخرك ايه اللي هيحصل؟ حد هيقولك مثلا انت غريب ليه كده، انت بتعمل ايه، حد يتريق عليك، حد يشتمك، حد يقولك انت فكسان، انت مش عارف ايه. هيفرق ايه معاك يعني؟ فكر كده، ايه اقصى واغرب تعليق ممكن تحصل عليه من اي حد؟ ده الحديث حتى بيقول ايه، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. حتى لو هم عايزين يضروك فعليا، مش بس عايزين يتريقوا عليك ولا يسخروا منك مش عارف ايه. ده لو يا عم عايزين يمسكوك يضربوك مش هيعرفوا الا لو ربنا سبحانه وتعالى امر بكده. اللي انا اكتشفته النهارده من الهبل اللي انا بعمله طول اليوم، ان انا داخل خارج محلات ومش عارف ايه، وبشوف ناس عارفها ومش عارفها وكده، ان لو انت بتعمل حاجه وبتعملها بثقه كافيه، الناس اصلا مش هتبصلك.
الناس هتعتبر ان ده عادي، ان انت عارف انت بتعمل ايه بالظبط، ان انت جامد، ان انت واثق في نفسك، وان انت عارف حاجه هم مش عارفينها. انا ماشي في الشارع اهو بقالي كام دقيقه، الناس راحه جايه من جنبي، شايفين الناس اللي معديه دي؟ محدش بيعمل اي حاجه خالص خالص بقى، محدش بيبص لي، يعني اللي هو بيبص لي عادي كاني بني ادم عادي، غريب شويه بس عادي. وحتى لو حد بص لي ايه اللي هيحصل؟ مش عارف. انا نفسي حد يجي يقول لي انت بتعمل ايه، محدش بيقول. سبحان الله. انا هوريكم اللي انا شايفه برضه عشان ايه تبقوا معايا في الصوره اكتر. السلام عليكم. بعدين انا اتعمدت اجي هنا لان ده يعتبر من ازحم الاماكن اللي في اكتوبر. انتوا عاملين ايه؟ ازيكم؟ ايه رايكم في الطاير؟ حلوه صح؟ اتس نايس مش كده؟ والله جامده قوي. عندي واحده سودا، بفكر ان ده خلاص يبقى ستايلي من هنا ورايح. فما تخليش حد يوقفك خالص مهما كان، ما تخليش حد يديك نقد يأثر عليك ويخليك تقف وانت اللي بتنقد. ما تنقدش الناس وخلاص، لازم تبقى ملم بالحوار، لازم تبقى فاهم انت بتنقد ايه. حد بيبص لي؟ لا ما بيبصش، حتى اللي انا فاكره بيبص ما بيبصش. لو قطعت اي حاجه في الفقره اللي فاتت دي هتبقى مثلا عشان جات لي مكالمه تليفون، عشان قلت كلمه مرتين كده، يعني حوارات ما لهاش دعوه بحاجه يعني. بس انا خلصت واظن ان انا اثبتت النقطه بتاعتي كويس قوي، ونشوفكم بكره ان شاء الله، او انتوا تشوفوني، مش عارف اشوفكم انا ولا لا يعني. في نقطه مهمه جدا برضو، ان انت خايف من ناس اساسا هم جبنه جدا. يعني الشعب المصري جبان جدا وما بيعترضش على اي حاجه حتى لو ليه حق. انا عملت اغبى حاجه النهارده جدا، ان انا كان في يا ابني اسكت يا ابني، بحاول اصور يا ابني. انا عارف ده عمرو اخويا الرهيب. زعلان جدا، كان في لقطات كده لو كان معايا الكاميرا، ما انا اخترت ما اصورهاش، فانا غلطت ان انا ما صورتش عشان اتعلم بعد كده ان انا لازم اصور اي حاجه، عشان انت عمرك ما هتندم على حاجه صورتها، بس هتندم على حاجه ما صورتهاش.